كنت واقف في البلكونة وأنا ببص عليها وهي قاعدة بتلعب ابنها. حنية الدنيا كلها اتجمعت في عينيها. فضلت باصص عليها بحب، ورجع بيا الزمن لسنين لورا، يوم ما خالها جابها عندنا وهي يدوب 6 سنين. يومها ماما استقبلتها بالفرحة وخدت تاج في حضنها وهي بتعيط وبتقول: يا حبيبتي يا بنتي، يا اللي بتفكريني بابوك الله يرحمه. تاج تبقى بنت خالي، باباها ومامتها توفوا في حادثة. كان يومها عندها 3 سنين، والحسن حظها إنها كانت سخنة وحرارتها عالية، ومامتها كانت سايباها عند جدتها. ولما جه الخبر كان صدمة لكل العيلة، والصدمة الأكبر البنت اللي ما عدتش ال3 سنين واللي فجأة بقت يتيمة الأم والأب. بعدها جدتها وأهل أمها صمموا تعيش معاهم ويربوها، لكن بعدها ب3 سنين عرفنا إن جدتها هي كمان اتوفت. وطبعا خالها ومرات خالها ما قدروش يتحملوا مسؤولية طفلة، فجابوها لماما. يومها خالها قال لماما: أنا جبتلك بنت أخوكي، أهي برضو من دمك ومن لحمك، وانتي أولى بيها. ماما ما زعلتش، بالعكس كانت فرحانة جدا، خصوصا ان ربنا ما أرادش انها تخلف بعدي. وخدت تاج وربتها معايا. كنت ساعتها عندي 3 سنين، يعني تاج كانت أكبر مني ب3 سنين ونص تقريبا. واتربيت مع تاج، وكانت ماما دايما تقولي: تاج أختك الكبيرة يا مازن. كنا بنعمل كل حاجة مع بعض، بناكل ونشرب ونلعب، حياتنا كلها كانت مع بعض. ماما عمرها ما فرقت بينا في يوم، كانت دايما حنيتها على تاج ما تقلش عن حنيتها عليا. كانت فعلا بتعتبرها بنتها مش بنت أخوها. وبالرغم من ان تاج كانت أكبر مني ب3 سنين، إلا إن عمري ما حسيت بفرق السن ده ساعات كنت بحس إنها أصغر مني، لأنها دايما كانت بتديني إحساس باحتياجها ليا، وإني سندها ودعمها وقوتها. وكبرت أنا وتاج، وكل ما كانت الأيام بتعدي علينا كنا بنقرب من بعض أكتر وأكتر. يمكن الإحساس اللي كان جوانا ما كانش مجرد إحساس أخ بأخته، ولا إحساس إنها بنت خالي، كان إحساس أكبر من كده، إحساس بالحب، بالانتماء وبالاحتواء. لحد ما قدرت أحدد في يوم إحساسي ده لما كنا معزومين عند ناس قرايبنا، وكانت تاج ساعتها في 3 جامعة وأنا كنت يا دوبك في ثانوية عامة. ويومها شفت نظرات واحد قريبنا ليها، وكانت كلها نظرات إعجاب. ساعتها حسيت إني متضايق، لأ، أنا كان جوايا نار، كان هين عليا أروح أضربه. ولما روحت عرفت من ماما إن الشاب ده طلب إيد تاج. ساعتها ما قدرتش أمسك نفسي وقلت لها: لأ، أنا مش موافق. ماما قالت لي: وانت مش موافق ليه بقى إن شاء الله؟ قلت لها: لأنه ولد مش كويس، أنا عارف أخلاقه. قالت لي: بالعكس، هو كويس جدا ومناسب لبنت خالك، وبعدين الرأي الأول والأخير ليه هي وبس. بصيت لتاج وكنت مستني تقول رأيها، كنت مستني تقول الكلمة اللي هتخليني أرجع أتنفس من تاني. ساعتها هي كمان بدلت لي نفس النظرات، وكنت أول مرة أفهم نظراتها وتفهم نظراتي. ولقيتها بتقول لماما: أنا مش موافقة يا عمتي، أنا مش مستعدة للجواز دلوقتي. ياه، كان كابوس، والحمد لله، الحمد لله انزاح من على قلبي. الحمد لله تاج رفضت العريس. بس يا ترى رفضته عشان فعلا مش مستعدة للجواز، ولا عشان وصلها إحساسي بيها؟ يومها كنت أول مرة أعترف لنفسي إني فعلا بحب تاج بنت خالي، بحبها رغم فرق السن اللي بينا. عشان كده ما كانش قدامي غير إن أثبت لها إني فعلا راجل واستحقها، مش مجرد عيل صغير. وقررت يومها إن أشتغل وأنا بدرس، ورغم معارضة ماما لكن أقنعتها إني حابب أعتمد على نفسي. اشتغلت في كل حاجة، اشتغلت بياع في محل، وصبي في ورشة، ومندوب توصيل طلبات. كل حاجة ممكن اشتغلها اشتغلتها. كنت بحط القرش على القرش عشان أقدر أقف على رجلي، وده عمره ما نساني حلمي بكلية الهندسة. ذاكرت، ما كنتش بنام ليل ولا نهار، لحد ما ربنا كرمني ودخلت فعلا كلية الهندسة،
وربنا وفقني فيها، وشغلي زاد لحد ما قدرت افتح محل صغير لصيانة الكمبيوتر، وبدأت اقف على رجلي. يومها بس قررت اني اعترف لتاج بنت خالي اني بحبها، وفعلا طلبت منها نتقابل بره من غير ما ماما تعرف. ولما قابلتها لقيتني بقول لها كلمة واحدة بس: تتجوزيني يا تاج؟ عينيها وسعت وقالت لي: اتجوزك انت؟ قلت لها: ومالك اتخضيتي كده ليه؟ للدرجة دي شايفاني عيل ومش راجل جدير بيكي؟ قالت لي: بالعكس، انا شايفاك كتير عليا يا مازن، انا بحبك يا مازن، كل يوم كنا بنكبر فيه سوا كنت بتأكد ان شعوري من ناحيتك مش مشاعر اخت لاخوها، لا، انا فعلا بحبك، بس انا برضو متأكدة ان الحب ده مكتوب عليه ما يكملش. قلت لها: ما يكملش ليه طالما انا بحبك وانتي بتحبيني؟ قالت لي: عشان فرق السن اللي بينا، انت اصغر مني ب3 سنين ونص تقريبا. تفتكر الناس هيقولوا عليا ايه؟ البنت اللي حبت واتجوزت واحد اصغر منها؟ احنا في مجتمع ما بيرحمش يا مازن. رديت عليها وقلت لها: يا ستي سيبك من الناس ومن المجتمع، المهم انا وانتي، والناس كده كده ما بتبطلش كلام. قالت لي: طب وعمتي اكيد مش هتوافق. قلت لها: ماما بتحبك وبتعتبرك بنتها، وما افتكرش هتلاقي لي عروسة احسن منك، سيبيها عليا، المهم وافق انتي. قالت لي: موافقة يا مازن طبعا. اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي، مش بس عشان تاج وافقت على جوازها مني، عشان كمان اتأكدت ان المشاعر اللي جوايا ليها كانت مشاعر متبادلة. روحت يومها وانا مقررة فاتح امي في موضوع جوازي من تاج، لكن فاجأتني امي لما لقيتها بتقول لتاج قدامي: مبروك يا ست العرايس، جالك عريس. تاج ارتبكت وبصت لي بقلق، ورجعت بصت لماما وقالت لها: عريس مين يا عمتي؟ قالت لها: علي جارنا هنا في العمارة، شافك وانت طالعة ونازلة وانت عجبتيه قوي، والمرة دي ده عريس ما يترفتش، يتيم وعايش لوحده في شقته وجاهز من مجاميعه. تاج بصت لها بقلق وهي مش عارفة تقول ايه، لكن انا قطعت كلامهم وقلت لها: وهي تعرفه منين يا ماما؟ ولا احنا هنجوزها اي حد وخلاص؟ قالت لي: يا ابني الراجل ما يعبوش الا جيبه، وهو جارنا وشاريها. ساعتها وقفت وبصيت لماما وقلت لها: ماما انا عايزة اتجوز تاج. ماما بصت لي بصدمة وقالت لي: انت اتجننت يا مازن؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ تاج دي اختك اللي اتربت معاك. قلت لها: لا يا ماما، تاج مش اختي، انا بحبها وهي كمان بتحبني. قالت لي وهي بتزعق: ده تخريف، انت عايز الناس تقول علينا ايه؟ عارف الناس هتقول ايه لما تلاقي 2 اتربوا مع بعض زي الاخوات وبعد كده بيقولوا عايزين يتجوزوا بعض وهم كانوا في شقة واحدة؟ عارف الاشاعات اللي ممكن تطلع عليكم؟ قلت لها: اشاعات ايه؟ ده جواز على سنة الله ورسوله، والناس كده كده ما بتبطلش كلام، وانا متمسك بتاج ومش ممكن اسيبها تتجوز غيري. وهنا ماما خرجت عن شعورها وقالت لي وانا مش موافقة: ما هو مش هسيب ابني الحيلة يتجوز واحدة اكبر منه، ليه؟ من همه هيتجوز قد امه. ماما ما حستش هي بتقول ايه، كلامها كان سكينة غرزت في قلب تاج. وهنا لقينا تاج دموعها غرقت وشها، وبصت لها بوجع ودخلت على جوه. بصيت لماما بعتاب، ازاي قدرت تبقى قاسية كده على بنت اخوها اللي ربتها على انها بنتها. بالليل امي ما قدرتش تنام، ولقيت نفسها بتدخل عند تاج اوضتها، ولقيتها قاعدة بتعيط، ومن غير ما تحس حضنتها وقالت لها: حقك عليا يا بنتي، غصب عني. تاج بصت لها وقالت لها: انا مش زعلانة منك يا عمتي، انت عندك حق، مازن فعلا يستاهل واحدة اصغر واحسن مني. امي قالت لها: لا يا بنتي، انت مفيش احسن منك، بس انا امي يا تاج، ويهمني افرح بابني مع واحدة من سنه، وانت كمان لازم تتجوزي واحد من سنك او اكبر منك ويليق بيكي. ولو عايزة نصيحتي يا بنتي، اتجوزي علي جارنا، هو اللي ممكن يسعدك واطمن عليكي معاه. لو بتحبيني يا بنتي ومقدرة تربيتي ومعروفي فيكي، اتجوزيه وريح قلبي. بصت لها تاج بحزن وقالت لها:
حاضر يا عمتي، انا موافقة. وفعلا وافقت تاج على جارنا علي، ورغم معارضتي ومحاربتي لجوازهم الا ان امي فضلت واقفة في الموضوع لحد ما تم غصب عني. واللي كان وجعني نظرة الانكسار اللي شفتها في عين تاج يوم جوازها وهي في الكوشة مع عريسها. تخيل لما تدور بيك الايام وتشوف حبيبتك قاعدة في الكوشة مع غيرك، مفيش وجع زي الوجع ده. واتجوزت تاج وعاشت مع جوزها في شقته اللي في نفس العمارة بتاعتنا. ما كنتش بقدر استحمل ولا اتخيل اشوفها معاه، عشان كده قررت اسافر اشتغل بره. ومرت سنة ورا سنة وانا بتجنب اعرف اي اخبار عن تاج. كنت فاكر اني هقدر انساها، لكن ما قدرتش لحد ما جه الوقت اللي كان لازم ارجع فيه. كنت خايف من اللحظة اللي هشوف فيها تاج تاني. يا ترى بقى شكلها ايه؟ يا ترى خلفت؟ بقى عندها كام ولد وكام بنت؟ يا ترى طلعوا شبهها ولا شبه جوزها؟ مش مهم، المهم اني متأكد انها تبقى احن ام في الدنيا. ولما رجعت بيتنا فوجئت بباب شقة تاج وجوزها مقفول بالقفل. استغربت وطلعت عند امي اللي حضنتني بكل شوق وحب، والدموع نازلة من عينيها غصب عنها، ولقيتها بتقولي: برضو كده يا مازن؟ كل الغيبة دي يا ابني على امك؟ وبعد السلامات والترحيب سألتها: هي تاج وجوزها عزلوا يا امي؟ قالت لي وهي مرتبكة: لا يا ابني، دول راحوا يزوروا اهله في البلد. حسيت ساعتها ان امي مخبية عليا حاجة. وبعد ما قعدت شوية مع امي لقيتها بتفتح معايا موضوع الجواز، وبتقولي: ها يا ابني، مش ناوي تفرح قلبي؟ نفسي اشوف لك حتة عيل قبل ما اموت. قلت لها: لما النصيب يجي يا امي. قالت لي: نصيبك موجود يا ابني، بنت زي الفل، بنت واحدة صاحبتي، تعال نروح نشوفها بكرة. بصيت لها باستغراب وقلت لها: بكرة؟ ليه الاستعجال ده؟ قالت لي: خير البر عاجله. وفعلا امي خدتني تاني يوم نشوف بنت صاحبتها اللي ما ادتنيش فرصة حتى اعرفها، ولقيتها فجأة اتفقت على كل حاجة وقريت الفاتحة. استعجال امي في الموضوع كان غريب قوي، وبالرغم من ان البنت اصغر مني ب7 سنين وما كناش لسه فهمنا بعض ولا اتكلمنا، بس انا ما كنتش عايزة اضايق امي، خصوصا ان كل البنات بعد تاج بالنسبة لي بقوا زي بعض. وفجأة لقيت ماما بتتفق على الفرح على طول. لما روحت بصيت لها بضيق وقلت لها: ايه يا ماما اللي انت عملتيه ده؟ انت قلتي هنروح نشوفها واتكلم معاها، الاقيكي فجأة تقري الفاتحة وكمان بتتفقي على الفرح. قالت لي: وهي هدى بقى مالها ان شاء الله؟ عيبها ايه عشان ترفضها؟ قلت لها: معرفهاش، ما اتكلمتش معاها، ومش معنى اني مش عايزه اكسر كلمتك قدام الناس تحطيني قدام الامر الواقع. امي بصت لي بتعب وقالت لي: يا ابني، انا حاسه ان عمري قرب خلاص، وحاسه اني قربت اموت، نفسي احضر فرحك قبل ما اموت، عشان كده كنت مستعجله، اعذرني. ما قدرتش استحمل كلامها ليا وقربت عليها بوست ايديها وقلت لها: بعد الشر عليك يا امي، خلاص انا هعمل اللي انت عايزاه، المهم انك تكوني راضيه عني. طبعا اي حد مكاني هيشوف امه في الحاله دي قلبه هيوجعه وغصب عنه هيعمل اللي هي عايزاه، وهي كانت عارفه كده كويس، لكن اللي ما حسبتوش انها تكون كل ده بتضحك عليا وبتستعجل جوازي من هدى عشان ما اعرفش اللي مخبيه عليا. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.